كما ذكرنا من قبل أنه عند إدراج الصور إلى المستند فسوف يتم وضعها في مكان تواجد نقطة الإدخال Insertion Point، فكما نرى أنه قد تم إدراج الصورة عند نقطة وجود المؤشر. والآن سوف نتعرف على طريقة عمل التفاف أو انسياب الكتابات الموجودة في المستند حول هذه الصورة، ويمكننا اختيار طريقة الالتفاف التي نريدها من القائمة Text Wrapping الموجودة في شريط الأدوات. فباختيار Square سوف يتم توزيع الكتابات وانسيابها حول الصورة على شكل مستطيل أو مربع، وباختيار Site سيتم عمل تداخل الكتابات في المناطق البيضاء من الصورة، وباختيار Behind Text سيتم وضع الصورة خلف الكتابات كما نرى، وباختيار In Front of Text سوف يتم وضع الصورة أمام الكتابات بحيث تختفي الكتابات أسفل الصورة، وباختيار Top and Bottom سوف تظهر الكتابات أعلى وأسفل الصورة فقط، ولن توجد أي كتابات على جانبي الصورة كما نرى. والاختيار Through يعمل مثل الاختيار Tight. وباختيار Edit Fat Point سوف تظهر نقاط تحكم حول الصورة، وبالضغط المؤشر مع السحب لهذه النقاط سوف يتم تحريك موضع الكتابات بعيدا عن الموضع الجديد للنقطة. كما يمكن وضع الصورة كعلامة مائية Watermark في خلفية المستند، ولعمل ذلك نختار Behind Text من القائمة Text Wrapping، ثم نضغط على المفتاح Format Picture ونختار لوحة المتغيرات Picture، ومن القائمة Color نختار Wash Out، ثم نضغط OK، فنحصل على تأثير العلامة المائية Watermark كما نرى.